الإطار الفارسي. والحقيقة هذا الإطار الفارسي يعني هو شنو المطلوب من عندنا؟ أنا أضطر أقول أنا أحد أفراد هذه الإطار الفارسي باعتباري أنا كنت موجود، أضطر دائما أقول هذا الكلام. المطلوب من عندنا الشعب العراقي شنو يريد احنا يعني نشكل دولة، احنا شغلنا خراب الدولة، أوامرنا من إيران احنا نخرب الدولة، يريد منا نحكم البلد، احنا ناس غير مهنيين، التاجر مالنا عنده محل فلافل، المثقف مالنا هو مو أكثر من معلم. ايش يريد من يعني احنا نحمي الخزينه العراقيه، يعني احنا نحمي صادرات وواردات ونفط العراق وخيرات العراق، ما احنا ناس شغلنا حراميه، احنا ميليشيات ايرانيه حراميه، حانوت كان عندنا في كل سنه كان ينسرق هذا الحانوت بكرمانشاه. فاحنا غير مؤهلين، انتم تطلبون من عندنا شيء احنا مو من شغلنا، يعني احنا شغلنا الخراب، شغلنا نخرب حكومتكم، ما بلادكم، ما نبني بلادكم، هاي اوامرنا، احنا ناس غير مؤهلين، انتم المطلوب من عندنا ما لكم غير انه تنزلون للشارع وتحاسبون الاطار الفارسي. وانا دائما اقول هاي جرثومه تخلصوا من عندها الاطار الفارسي، لابد من النزول الى الشارع. اليوم احنا نواجه يعني زمن الموازين المقلوبه، يعني اليوم احنا قيس الخزعلي يترأسكم، قيس الخزعلي اللي كان يلزق الفلوس عند السيد محمد صادق الصدر، او كان مثلا تشايتش عند هذا اللي يحكمكم، او ينترك مثلا الدكتور اسماعيل مصبح الوائل اللي هو معتمد السيد محمد صادق الصدر، اللي هو امين على عائله السيد محمد صادق الصدر، اللي هو مجتهد بالعقائد. هذا كله جاي يصير موازين مقلوبه. كيف يرضى الشعب العراقي اليوم يحكمه اطار فارسي خلص عمره هو يقاتل العراقيين؟ كل هذا الاطار الفارسي كنا نقاتل العراقيين ونأسر العراقيين ونسلمهم للايرانيين، وهذا الوضع صار يعني واضح امام الشعب العراقي، بالدليل الواضح بالفيديوهات حتى المعارك احنا نشرناها للشعب العراقي. انت كيف تطلب من ناس قاتلتك ويا عدو ايراني فارسي، عدو للعراق تقليدي، فما لك غير انت تنزل للشارع، ما لك غير تخلص ابنائك، باكر مستقبل ابنائك، انت ابنائك تريد تدرسهم وتعلمهم، واللي يحكموك اميه ناس غير مؤهله، انت تريد يحمي امنك ضابط عراقي مهني وهي كلها دمج ابتدائيه ورواتبهم عقيد وعميد ولواء وفريق، ما ممكن.